بالله الذي لا إله إلا هو الكريم العليم حياتي ومماتي وحركاتي وسكناتي مع سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك الابتداء ميمون الانتهاء مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي الرحمة أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف المقر بذنوبه التي لا يخفى عليك شيء منها ولا من غيرها من الجليات والخفيات تائب إليك في هذا اليوم من الصغائر والكبائر وسوء الآداب في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأيمان والنذور والنقد والإبرام وغيرها من كل ما صدر منه أو سيصدر منه من ولادته إلى وفاته مما لا تحبه ولا ترضاه مصليا على من أمرته بأن يصلي عليه وأن يسلم تسليما قائلا مقبلا إليك في هذا اليوم ناويا العبادة لك بخدمة لعبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نادما من كل ما أمداه مما يخالف أوامرك بالتوبة بهذا الكتاب لحسن ظنه بك ولرجائه قبولك ولابتغائه مرضاتك ولاتقائه سخطك محتسبا في عبادته وفي خدمته. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما لظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي المجاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي القبول والرضا والإجاب. واجعل صلاتي هذه مشكورة لديك ولديه قائدة لي إلى الاستقامة والصواب. آمين يا رب بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تغفر لي بها كل ذنب وتجود لي بها بالتوبة النصوح من هذا اليوم إلى وفاتي وبحق كل حق علي لك يا كريم وبتحمل كل حق علي لغيرك عني حتى لا يبقى علي في الدنيا ولا في الآخرة شيء من الحقوق وتكفر بها عني كل ما علي من الأيمان والنذور والالتزامات وتكتب لي بها ثواب فعله بفضلك وجودك وكرمك سواء قضيت للأعداء أو لم تقده فإنك أكرم من كل كريم ولا يضرك ذنب مذنب وإن تجرأ ولا ينفعك اجتهاد متأدب وإن بالغ. وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تقيني به فعل ما لم تأمرني به في كتابك أو في حديث رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم أو في غيرهما من الإلهام ونحوه من كل ما تخص به أهلك. آمين يا رب العالمين. اللهم إني تائب إليك في هذا اليوم
توبة نصوحا فتقبل بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توبتي واجعلني في هذا اليوم كمن لا ذنب له يا غفور يا عفو يا غياث المستغيثين أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا ملجأ الخائفين كن لي يا ولي في الدنيا والآخرة تولني في الدنيا وفي الآخرة وأكرمني وبشرني فيما بما أكرمت وبشرت به الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا مالك الدنيا والآخرة ارحمني فيهما وفي البرزخ وحقق رجائي ولا تقطعوا وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وحل بجاهه العظيم عندك بيني وبين الشيطان وما والاه أبدا واسترني في البرزخ سترا يفوق ستر الذي سترتني به في الدنيا وأكرمني في الآخرة إكراما يفوق الإكرام الذي أكرمتني به في الدنيا واجعل سترك مسبولا علي حتى تدخلني الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبي